النهارده هنعمل مع بعض القرص الطرية الفلاحي بطعم وريحة زمان أمهاتنا وأجدادنا. بصي، خطيرة طرية وهشة رهيبة وكمان صحية. ليه؟ عشان حاطة فيها مكون مش هتصدقيه. وكمان عاملينها سادة وعاملينها محشية. تمام، عشان اللي بيحبها بالعجوة واللي بيحبها بالقرفة والزبدة مش هنحرمه من اي حاجه. بصي القوام، من غير ما اطول عليكي يلا بينا على طول نشوف القرص الرهيبه دي عملناها ازاي. بس ما تنسيناش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلي الجرس لو انتي اول مره تشوفيني. يلا بينا على طول نبدا في الوصفه بتاعتنا. عشان نعمل القرص الطريه بتاعتنا اللي هي الفلاحي، محتاجين كمية من الدقيق اللي هو متعدد الأغراض مستعد للاستخدامات، يعني 2 كيلو دقيق. دول اتنين، المفروض ال2 كيلو دقيق بيعادلوا حوالي 14 كوباية من المج الإزاز بتاعنا. أنا معايرة هنا 11 كوباية من ال2 كيلو، ومعايرة دقيق قمح كامل 3 كوبايات من القمح نفس الكوباية. المج بتاعنا اللي احنا عارفينه اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده. ولما بنيجي نعاير ما بندبش المج على الاخر، بنسيب فيه يعني نص عقلة صباع بالشكل اللي انت شايفاه ده. تمام، يبقى انا عندي كده اجمالي الدقيق 2 كيلو بس، الا 4 كوبايات 3 كوبايات حطيتهم دقيق قمح. طبعا لو انت ما عندكيش قمح بتحطي الكمية كلها دقيق ابيض. تمام. طيب دلوقتي هجيب الطبق بتاعنا اللي احنا هنعجن فيه. تمام، هنزل في الطبق بايه؟ على ال2 كيلو دقيق هنزل بمعلقتين من المعالق المعيارية خميرة فورية. تمام، وعليهم كوباية وربع من السكر اهي بالشكل اللي انت شايفاه ده. نزلت بكوباية وبعد كده بالربع. انا بحب المعجنات بتاعتي اللي بتبقى مسكرة، بحبها فيها سكر من جوه، العجينة بتاعتي تبقى مسكرة. تمام، وده خليط انا عاملاه عبارة عن ايه؟ عبارة عن ينسون، تمام، وسكر وحبهان ومحلب. حاطه ينسون كميه من الينسون، وطحنت فيها سكر وحطيت فيها معلقتين كبار محلب اللي هو بتاع الفايش، وفصيل من الحبهان. عايزه اقولك ريحته خطيره. بعمل كده الكميه واحطها في كيس وادخلها التلاجة، ولما اجي اعمل القرص بستخدمها احط منها معلقتين بالمعلقه المعياريه. احسن ما احب اليانسون. في اولادنا ما بيحبوش اليانسون، نكهته يعني ظاهر حبوب، ف يعني بيشمئزوا منه، ما بيعرفوش يمضغوه. فبالتالي انا اقدر احطه مطحون منه يديني طعم وريحة، ومنها الاولاد طبعا ياكلوا القرص عادي. تمام، ادي كده حطيت معلقتين من مطحون اليانسون اللي انا عاملاه بالشكل اللي انت شايفاه ده. ومعايا نص المعلقة المعيارية كركم، بس تديها لون، نصها بس. هنزل عليهم في الاول كده بميكس ما بين الحليب والميه. انا هعمل القرص بتاعتي، لو انت حابه تعمليها بلبن صافي بتعمليها، انا هعملها ميكس ما بين الحليب والميه. حطيت بس نص كوبايه ميه بس عليها، وهكمل الباقي العجن بالحليب والايه الماده الدهنيه بتاعتي. ببتدي اقلب الكلام الجميل ده مع بعضه. هبتدي انزل عندي بكمية من المادة الدهنية بتاعتي، هي ميكس ما بين الزيت النباتي اللي هو زيت عباد الشمس كريستال والزبدة. هنزل بنصها كده. تمام، هبتدي اقلب الخليط تاني، وما ننساش ذرة الملح هنحطها، بس نتأكد بس ان الخميرة بتاعتنا ابتدت تتفاعل. هنزل عندي دلوقتي بكمية الدقيق بتاعي، بسم الله، اللي هو اتفقنا 2 كيلو. وادي دقيق القمح. دقيق القمح بيخلي معايا القرص طريه جدا، وطبعا زي ما احنا عارفين صحي جدا. هبتدي اقلبه كده. انا حاسه كده ان الطبق ده مش على قدها، فانا هنقله بس شويه كده.
تمام. ابتدي اعجن. نحط الاول ذرة الملح، ذرة ملح كده عشان انا عايزة السكر يبان. تمام. هبتدي اقلب. اقلب العجين بتاعي كده. عندي كمية الحليب، طبعا خدت منه نص كوباية من لتر حليب. هتستغربوا كمية قليلة لان انا عايزة اعوض، اخلي القرص دي طرية جدا وعاملة زي المولتو او الباتيه، بخليها دسمة شوية. فانا بقلل كمية الحليب عشان تاخد معايا قشطة. لسه في المكونات هحط قشطة وهحط حليب كامل. ودلوقتي ده الخليط بتاعي، الدقيق بتاعي والمكونات بتاعته نقلتها في طبق تاني بالشكل اللي انت شايفاه ده عشان اقدر اعجن كويس. بص حبايبي، ده لتر من الحليب هنزل بيه كله كده على الدقيق بتاعي بالشكل ده. اقلب. هبتدي اعجن كده بقى. بسم الله. كمية اللبن على الدقيق دي كده حلوة، عشان انا عايزه ابتدي بقى بعد ما اشربها حبه اللبن دول هديها القشطه اللي عندي والسمنه بتاعتي. انا خدت نص كوبايه سمنه وادي النص التاني. يبقى كده كوبايه سمنه. هنزل عندي كميه كده من القشطه. بسم الله. قشطه بحليب بكله كده، هنزله كله كده. القشطه والحليب ديت، القشطه بتاعت الحليب انا بحوشها لقرص بعملها لفطير. تمام. حاجات في المعجنات كده. هبتدي اشربها القشطه اللي انا اديتها لها. وده شكل القرص بتاعتي بعد ما نزلت عليها نص كوبايه القشطه. يبقى هي خدت مني مواد دهنيه كوبايه زبده على زيت ونص كوبايه قشطه. تمام. ولتر من الحليب بالشكل ده. هغسل ايديا كده. دي شكل العجينه بتاعتي بعد ما عجنتها. هجيب غطا وهغطيها واحطها في مكان دافي لما يتضاعف حجمها، وبعد كده هنشكلها مع بعض. على ما القرص بتاعتنا تخمر هنعمل عندنا يعني الحشوة بتاعتنا. هي عبارة عن ايه؟ عن كمية من الزبدة، طبعا حسب كمية القرص بتاعتك. انا هعمل هنا كده حوالي 3 معالق كبار كده من الزبدة بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنزل عليهم بمعلقتين كبار من القرفة او 3 حسب ما الاقي العجينة عايزة او الزبدة معايا تاخد. ادي معلقة كبيرة، ادي التانية. هبتدي اعجن الزبدة دي مع القرفة. تمام. وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من السكر. ادي كده. بسم الله. ادي واحدة.
عشان المعلقة الأولانية كانت صغيرة. هحط كده كده معلقتين كبار أو 3 عادي، ما هي بتبقى مسكرة عشان هخليها مسكرة. تمام. الزبدة دي عشان تختلط مع القرفة والسكر لازم تاخد حرارة ايديا. تمام. يعني أنا أطلع كده المعلقة بالشكل ده كده، وابتدي أعجن عندي الزبدة مع السكر مع القرفة. الزبدة أول ما بتاخد حرارة ايدي بلاقيها دابت كده بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهتعمل معايا كريمة. تمام اهو. ودي شكل عجينة القرفة بتاعتي، الزبدة بالقرفة بعد ما عجنتها بالسكر بالشكل اللي انت شايفاه ده ما شاء الله. بصي بتكوريها كده عادي اهي، على قد عجينة القرصة اللي انت هتعمليها بيها، القرصة صغيرة او كبيرة. تمام بالشكل ده بكورها. تمام بالشكل اللي انت شايفاه ده. ولو انتي بتحطي عجينة القرفة في القرص بتاعتي، في قطعة القرص بتلاقيها صغيرة او كبيرة. لو صغيرة بتكبريها، ولو كبيرة بتشيلي منها قطعة، انتي اللي بتتحكمي فيها. تمام بالشكل ده. بس طبعا انا عايزة الاولاد يفتحوا القرصة يلاقوا فيها قرفة وسكر. تمام، يعني ما يلاقوش فيها حتة صغيرة بالشكل اللي انت شايفاه ده. دي اول حشوة معانا. وعندي عجوة. طبعا انت عارفة العجوة لازم بنعجنها بمعلقة زبدة برضو، وهوريها لك. تمام. اخد منها القطعة دي، انا حسيت انها كبيرة بالشكل ده. طبعا عجينة الزبدة دي والقرفة لو احنا في صيف بتحطيها في التلاجة بعد ما بتكوريها، وتطلعيها على الاستخدام على طول عشان ما تسيحش منك. طبعا الزبدة انت عارفة انها بتسيح على طول اهي كده. الكورة اللي احس انها اكبر من التانية بسويها بالتانية اهي كده. كده عندي كور القرفة جاهزة. هبتدي احضر عندي الحشوة التانية، وهي عبارة عن قطعة من العجوة برضو حسب كمية القرص بتاعتك برضو. تمام بالشكل اللي انت شايفاه ده اهي. دي عجوة عاملاها وحطها في الكيس. العجوة دي لو انا حطيتها كده في القرص بتاعتي هتنشف معايا جوه القرص، لكن انا بجيب لها قطعة صغيرة كده من الزبدة، يعني ما يعادل معلقة كده متوسطة بالشكل اللي انت شايفاه ده. وده أسانس موارد، اللي هو المورد الزيت الأصلي، بحط منه يدوب القطارة بتاعته كده بالشكل ده. ونخلي بالنا لأن بتمرر. تمام كده. هبتدي أعجن بس الريحة خطيرة، دي بتعلي التست بتاع العجوة. هبتدي أعجن العجوة بتاعتي مع الزبدة لما تطرى خالص كده بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. الريحة خطيرة خطيرة حقيقي. ونخلي بالنا لو احنا زودناه، الموارد ده زيت فبيمرر اي روايح اللي هي المعطرات المنكهات دي، اللي هي الموارد او اسانس الموز او اي اسانس، بيبقى من زيت فبيمرر. فتخلي بالك وانت بتحطي، ما ينفعش اكب كب. بصي ما شاء الله اتعجنت معايا ازاي. انا مرضتش افصل الكاميرا عشان تشوفي كل مراحلها. لو انا ما عملتهاش كده هي هتنشف معايا، يعني بعد ما اسويها والقرص تقعد معايا يوم او 2 بتلاقيها نشفت. تمام كده. بصي ما شاء الله تحفة.
والريحة حكاية. هنبتدي نكورها زي ما كورنا عجينة القرفة. بسم الله كده. وبكده الحشوات بتاعة القرص بتاعتي بقت جاهزة. وبكده تكون الحشوات بتاعتي جاهزة زي ما اتفقنا. هنستنى بس القرص بتاعتي تخمر وبعد كده هنحشيها مع بعض. وده شكل القرص بتاعتي بعد ما تضاعف حجمها بالشكل اللي انت شايفاه ده. ما شاء الله اللهم بارك، حكاية. جبت عندي دلوقتي جزء من العجينة بتاعتي بالشكل اللي انت شايفاه ده، ولازم اغطي القرص بتاعتي اللي هي اللي في المعجن. تمام. والجزء اللي انا هتعامل فيه عادي كده يعني انا هشتغل فيه، لكن لازم الجزء اللي باقي انا اغطيه. تمام. عشان القرص بتاعتي العجينة بتاعتها ما تنشفش. عندي كده كمية من الزبدة مسيحاها مع زيت. همسك العجينة بتاعتي بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، واجيب قطعة من القرفة بتاعتي. بسم الله الشكل اللي انت شايفاه ده كده كده. مخليلهاش اي فتحة بالشكل ده. وعندي الصاج بتاعي دهناه بالزيت. تمام. وده الصاج بتاعي دهناه بالزيت زي ما اتفقنا. وادي القرصة بتاعتي اهي، هحطها كده في الصاج بالشكل ده، وهسيبها بس ثواني تريح عشان تتفرد معايا بسهولة. اعمل قطعة غيرها. بسم الله. بحط ايدي في الزبدة كده واجيب قطعة القرفة التانية بالشكل ده، اوسع معايا القرصة كده واقفلها كويس. بسم الله كده. ونخلي بالنا لازم نسيب مسافات ما بين القرصة والتانية يعني كده اهي. هكمل باقي الكمية وهرجع لك تاني. يا ريت نخلي بالنا من العجينة اللي احنا برضو شغالين فيها، نغطيها بكيس كده نايلون. تمام. عشان ما تنشفش مننا. تمام. دي كده الجزء اللي انا عجناه بالقرف. نجيب الزبدة كده ونعمل بيها ايدينا كده. نعمل ايدينا في كوباية الزبدة كده بالشكل ده، وبعد كده ندوس على القرص بتاعتنا. تمام كده. ما شاء الله حكاية. تمام. ادوس على اللي جنبها كده. ودي شكل القرص بتاعتي بعد ما فردتها بالشكل اللي انت شايفاه ده. انا فردتها يعني الى حجم متوسط، يعني لا هي تخينة خالص ولا هي رفيعة، بحيث انها اعمل حسابي لما بعد ما تخمر يبقى حجمها في المعقول، لا هي مليانة خالص ولا هي رفيعة. وطبعا ده بيرجع ليكي انت حسب فردتك، انت بتلاقي الحجم اللي جواها حجم القرصة بتاعتك. تمام. فيكي تفرديها بالشكل الطولي زي ما انا فرداها كده، وفيكي تفرديها بشكل دائري برضو زي ما انت شايفه. تمام. هسيبها بقى في مكان دافي الصاج اللي انا عجنته اللي انا قطعته ده اقصد، وهسيبه يخمر. نيجي على الشكل اللي شايفاه ده اهو. احط لها نقطة سمنة كده. دي زبدة طبعا. عندك قشطة بتحطيها على الوش وتحطيها في مكان دافي. ولو عرفت تغطيها بكيس نايلون بس ما يلزقش في القرص، ما ينزلش عليها. تمام. عشان وشها بس ما ينشفش. ودي القرص اللي بالعجوة برضو هسيبها تخمر. هنجيب صاج تاني ونقطع وندهنه بالزيت زي ما اتفقنا، ونقطع بقى فيه القرص السادة. تمام اهو بالشكل ده.
بصوا القرص ما شاء الله العجينه طريه ازاي، ما عملتش قشره. ليه؟ عشان انا مغطياها، مغطيه الجزء اللي انا بتعامل فيه يعني اللي انا بقطعه، ومغطيه برضو الجزء اللي في المعجن بتاعي. وعايزه اقول لكم ان امن مكان تخمري فيه العجين وما يعملش معاكي قشره هي فرن البوتاجاز. تمام. ابتدي اقفل كده العجينه بتاعتي بالشكل اللي انت شايفاه ده، واعمل لها كوره كده، اعمل كوره كده على ايدي، بتلاقي انها جمعت في مكان كده، فببتدي اقفلها كده واعملها كده. ما شاء الله حكايه. ببتدي ارصها في الصاج. شكل القرص بتاعتي الساده بعد ما كورتها وفردتها بالشكل اللي انت شايفاه ده، بكورها كلها مره واحده، وبعد كده بدهن ايدي بالزبده وافضل افرد في القرص بتاعتي حسب الحجم اللي انا عايزاه. تمام. هخلص باقي الكميه وهسيب القرص دي تخمر عندي زي ما قلت لكم في فرن البوتاجاز او في مكان دافي. اهم حاجه اضمن انها ما تنشفش معايا. وبعد كده هنشوف مع بعض طريقه التسويه ازاي. وده شكل القرص بتاعتي بعد ما خمرت. عندي الفرن بتسخن على اعلى درجه، واول ما تتحقق درجه الحراره او هشغلها قبلها بنص ساعه، ببتدي اهدي النار اخليها على درجه حراره 180. الرف اللي في النص بشغل من تحت بس، وبديها اللون من تحت، وبعد كده بشغل عليها من فوق، وهوريكم شكلها النهائي في الاخر عامل ازاي. دي يا جماعه القرص ام قرفه وسكر، خطيره، طريه طراوه. بصوا الجمال، تحفه. بصوا السكر بتاعها خطيرة خطيرة رهيبة، طرية طراوة. دقيق القمح مخليها، بصوا الجمال، والقشطة، القشطة ودقيق القمح مخليينها، بصوا الجمال، شايفينها طرية جدا. بصوا زبدة، ما شاء الله اللهم بارك، حكاية. بصوا، عايزة اوريكم واحدة من جوه، اختار لكم دي. بصوا الجمال، ما شاء الله، بسم الله اللهم بارك. يعني بتحكي عن نفسها يا جماعة، بتحكي عن نفسها، خطيرة، رهيبة والله العظيم، تحفة فنية. ولسه هوريكم كمان اللي هي السادة. ودي يا جماعة السادة، بصوا الجمال، طريقة أنا عايزة أقول لكم إنها سخنة لسه طالعة من الفرن دلوقتي. بصوا الجمال، تحفة فنية. دي السادة، ودي اللي بالعجوة اللي بالعجوة والقرفة، اللي هي قرصة بالعجوة وقرصة بالقرفة والزبدة بالشكل اللي انت شايفاه ده. بصي الجمال من تحت ايه، بصي خطيرة ازاي، تحفة. بصوا، بصوا ما شاء الله، حكاية. جربوا تحطوا دقيق القمح على المخبوزات بتاعتكم، هتلاقوها طرية وهشة هشاشة، حكاية. ولا أجدعها فرن، فرن مين يا عم؟ يلا بينا على طول نجربها. اتفرجي على الفيديو للآخر، وقومي على طول اعمليها لأولادك وحطيها لهم في اللانش بوكس، وانتي هتدعي لي. امشي بالمقادير بالظبط، وانت هتطلعي أجمل وأرق وأتحف قرص هتاكليها في حياتك. دمتم في حفظ الله وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.